جربت ان ربنا يدعيك تتكلم عنه وحسيت انك ما تستاهلش فما عملتش ده ورفضت؟ اتذكر في سفر يشوع بن نون موقف رحاب الزانية من الجاسوسين اللي بعتهم يشوع لمدينة أريحة عشان يحتلها، وازاي خبت الجاسوسين دول من جنود ملك أريحة. لما خبطوا جنود الملك على رحاب وسألوها عن الجاسوسين قالت انهم كانوا عندها بس مشيوا وما تعرفش راحوا فين، لكن رحاب كانت مخبية الجاسوسين على سطح بيتها بين عيدان الكتان. مشي جنود أريحة وطلعت رحاب للجاسوسين وقالت لهم: سكان الأرض كلها خايفة من إلهكم، وطلبت منهم إنهم يحموها من الموت هي وعيلتها لما يدخلوا مدينة أريحة، وفعلا وافقوا على كده. وبرغم إن مفيش تفاصيل كتير عن حياة رحاب الزانية إلا إنها كانت مثال للناس اللي اتبررت بإيمانها البسيط ومعرفتها الصغيرة بربنا، وده اللي خلى بولس الرسول يتكلم عنها في رسالته للعبرانيين ويقول: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. تفتكر لو كنت انت مكان رحاب كان هيبقى عندك جرأة وشجاعة انك تطلب عن خلاصك انت وعيلتك زي ما رحاب عملت، ولا كنت هتقول انا وحش وما استاهلش خليني كده زي ما انا؟ كلنا بيعدي علينا اوقات بنحس اننا وحشين وما نستاهلش بسبب خطايانا، او يمكن في ناس حوالينا بتحسسنا بده، لكن الحقيقة ان ربنا بيبقى شايف فينا امل، بيفضل شايف امل حتى في الفتيلة المدخنة الضعيفة اللي مش قادرة تطلع نور. فمهما عدت عليك المشاعر دي ومهما حسيت انك مرفوض وما تنفعش، اتأكد وقتها انك مقبول عند ربنا، لانه عارف انك مش مثالي، بس برغم ده هو اختارك وحبك وقبلك زي ما انت بكل حاجة فيك يا صديقي. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. إنجيل متى إصحاح 12 آية 20.